أنا معاك والله إن الموضوع بقى صعب، والأسعار فعلًا بقت فوق الوصف، وحاجة ما كناش نقدر نتخيلها أبدًا. بس تعالَ أقول لك في الحلقة دي عن بعض الطرق، وعن بعض الحاجات أو بعض الأفكار اللي أنا فكرت فيها شخصيًا، واللي بافكر أطبّقها، واللي ممكن تكون حل من الحلول اللي نقدر بيها نواجه الأسعار دي، أو يبقى في حاجات بديلة وحاجات متوازنة نقدر نوفّر بيها ونستغل المعرض أحسن استغلال. ازيك يا صديقي العزيز واهلا بيك في حلقه جديده من حلقاتنا عن معرض الكتاب وعن بوك كافيه في العموم. في الحلقه دي زي ما قلت في البدايه وزي ما هو باين في العنوان هكلمك عن شويه طرق وشويه افكار حاولت اجمعها، بعضها ممكن يكون معروف ليكم وبعضها يمكن يكون في فكره او فكرتين ما جوش على دماغك تحاول تطبق اي واحده فيهم. او يبقى خدت معلومات اكتر عن حاجات تقدر تسهل لك باقي الافكار. وخلينا نبدا كده سريعا ونتكلم على اول فكره، وهي من الحاجات اللي موجودة وبنشوفها دايمًا وساعات بنعملها، وهي فكرة الكتب المستعملة. هنستغنى شوية عن الإصدارات الجديدة، ومش لازم نجيب كل حاجة من الإصدارات الجديدة، ممكن نجيب الحاجات اللي هي شدّانا أوي للدرجة دي، وباقي الحاجات ممكن نجيبها كأعمال مستعملة بعد شوية أو في خلال السنة أو من حاجات من السنين اللي فاتت. طيب منين نقدر نجيب الكتب المستعملة؟ لو بنتكلم على معرض الكتاب، فتقدر تشوف الكتب المستعملة هتكون موجودة بإذن الله تعالى في الجناح بتاع سور الأزبكية، والجناح بتاع سور الأزبكية أو مكتبات سور الأزبكية هتكون موجودة في صالة 4 في جناح A، بيبدأ من رقم معين وينتهي عند رقم معين، هتلاقيهم كده كلّهم جنب بعض. طيب لو برّه المعرض وفي وقت تاني غير المعرض، أقدر إزاي أوصل لكُتب مستعملة؟ أنا مش باعرف أوصل لكُتب مستعملة مثلًا، هاقول لك على كذا مكان تقدر تتواصل معاهم وتشوفهم وتعرفهم. برضه من الأماكن اللي هتكون موجودة في المعرض وبتكون موجودة في الأوقات العادية هي مكتبة المعادي used books أو المعادي للكتب المستعملة، ودي برضه فيها ميزة من المميزات إن أنت بتقدر تروح برضه بالكتب اللي معاك، هم بيتمنوها بيدّوا لك سعر عليها، تقدر تجيب كتب مكانها أو تاخد فلوسك على حسب ما أظن، يعني مش متأكد من حتّة إن أنت ممكن تاخد مكانها فلوس أو تبدّلها بكتب تانية، وأظن هيكون بتبدّلها بكتب تانية وهي بتبقى حاجة أوقع شوية. مكتبة برضه من المكتبات اللي أنا أعرفها واللي بتقدّم برضه خدمة الكتب المستعملة وتبديل الكتب المستعملة، وهي مكتبة الميكروفون، واللي على حد علمي إن هم ليهم فرع في الإسكندرية وفرع في الدقي، ودول الأماكن اللي أنا أعرفهم على أرض الواقع. ممكن بقى نتكلم على حاجات تانية أو وسائل تانية موجودة على الإنترنت، ودي اللي من خلال بعض الصفحات اللي موجودة دلوقتي على السوشيال ميديا وبالأخص على الفيسبوك، وبعض الجروبات اللي بتساعد في فكرة التبادل. منها ناس هي اللي بتنشر الأعمال وعندهم مجموعة من الأعمال المستعملة بيعرضوها على الناس، وحاجات تانية أشخاص زيي وزيك بيتجمعوا في جروب وبيعرضوا الكتب بتاعتهم، ونقطة التواصل ما بينهم يبقوا مثلًا في مكان معين يعني تشتري منهم الكتب المستعملة بتاعتهم مقابل الكتب اللي أنت عايزها، وأنت ممكن تعرض عندك لو عندك كتب تعرضها وتاخد قصادها فلوس. أول خلّينا نبدأ بالصفحات، وأول صفحة هي وهو جروب ثقافي، جروب مكتبة وهبان، ليهم صفحة مؤخرًا ابتدوا ياخدوا مبادرة إن هم يعرضوا أعمال كتيرة حلوة وأعمال كتيرة مستعملة بأسعار الحقيقة حلوة جدًا. تابع دايمًا عندهم الصفحة بتاعتهم تابع الأعمال اللي هم بينزّلوها، بتبقى أعمال مميزة الحقيقة تقدر تحجزها وهم بيتواصلوا معاك ويعرفوا ياخدوا منّك البيانات ويبعتوا لك الكتب. تاني مكان برضه بيقدّم نفس الخدمة دي وبقى له فترة الحقيقة وبيشتغل بشكل مميز جدًا، وهي مكتبة أو صفحة عم مجاهد، برضه عندهم الحقيقة مجموعة متنوعة ومجموعة لطيفة جدًا من الأعمال اللي تعتبر حديثة نسبيًا، وفي تنوع عندهم ما بين الأعمال بتاعة دور النشر المصرية ودور النشر العربية. تالت مكان بقى وهي صفحة شخصية لشخص اسمه عبد التواب كتب نادرة، والشخص ده هو عنده مكتبة في وسط البلد اسمها مكتبة شراع. المكتبة دي فيها أعمال وكتب نادرة جدًا وطبعات وحاجات حلوة جدًا، من ضمن الحاجات اللي أنا باشوفها فيها الحقيقة أنا ما اتعاملتش معاه أو اشتريت من عنده حاجة، لكن باشوف دايمًا الأعمال اللي هو بينزّلها والطبعات اللي هو بينزّلها والعروض اللي هو بينزّلها، الحقيقة عروض مميزة جدًا، جدًا، جدًا. وبرضه من المكتبات اللي مش عارف ما زالت موجودة لحد دلوقتي هي عمر بوك ستور، برضه بتقدّم نفس الخدمة وبتقدّم نفس الحاجات وبرضه موجودة في وسط البلد. وآخر نقطة بقى في حتّة الكتب المستعملة هي بقى الجروبات. الحقيقة أنا عارف 3 جروبات، أول جروب منهم هو اسمه used books Egypt، وده هتلاقي فيه مجموعة من الأشخاص المختلفة اللي بيعرضوا الكتب بتاعتهم، وأنت لو عاجبك حاجة بتتواصل معاهم وبتشتريها.
برضه في تجربة تانية بتحاول تطلع وتجربة جديدة اسمها shelf box، ودي هم مجموعة شباب بينظموا الجروب بتاعهم والناس بتعرض على بعض، وهم زي بيكونوا نقطة تواصل إن هم يوصلوا الكتب من هنا لهنا، أو تقدر أنت تروح للمكان بتاعهم. الحقيقة مش عارف هل بتقدر تروح للمكان بتاعهم ولا لأ، لأن هم لسه بادئين، وبرضه هي فكرة لذيذة وفكرة لطيفة جدًا. المكان التالت بقى وهو فكرته شوية تجمّع ما بين حُب الكُتب وما بين التبرُّع. لو أنت عندك كُتب مستعملة بتبتدي تبعتها لهم، لكن مش بتاخد أو بتتبرّع بيها ومش بتاخد مقابلها فلوس، بس هم بيبتدوا يعرضوا الكُتب دي عندهم في الجروب والناس بتشتريها، والمبلغ الكُتب اللي الناس بتشتري بيه الكُتب دي بيتم التبرُّع بيه لإحدى المستشفيات أو إحدى الجمعيات الخيرية. والجروب ده اسمه Pocket Forward. طبعًا هاحاول أسيب لكم اللينكات بتاعة كل الجروبات وكل الحاجات اللي أنا اتكلمت عنها سواء هنا في صندوق الوصف، أو هتلاقوها موجودة في بوست على انستجرام أو على الفيسبوك أو أي حاجة من السوشيال ميديا، فحاولوا تتابعوا كل الأماكن دي عشان يبقى عندكم دراية بكل الأحداث اللي بتحصل سواء هنا في بوك كافيه وفي أمور تانية بنعملها لبوك كافيه والكواليس وكل الحاجات، تبقوا عارفين مواعيد الحلقات والحاجات اللي بتنزل، عشان لو مش بييجي لكم التنبيهات بصفة دورية. وطبعًا لو مش بييجي لك تنبيهات اتأكد إن أنت مفعّل الجرس اللي جنب الاشتراك، وبُص كده على الاشتراك أنت إيه مشغّله والّا مش مشغّله. والفكرة التانية أو الحاجة التانية اللي تقدر تنفّذها بقى، وهي حاجة من الحاجات اللي بقت موجودة من السنة اللي فاتت بقوة، وهو تطبيق أبجد الإلكتروني اللي بتقدر تنزّله على موبايلك سواء أندرويد أو iPhone أو Apple يعني. وكمان تقدر تنزّله لو أنت عندك قارئ إلكتروني بس حاجة غير الKindle، يعني في أنواع تانية موجودة غير الKindle، القارئ ده بيبقى شغّال بنظام الأندرويد، فبتقدر تنزّل برضه عليه تطبيق أبجد وتقرا من خلاله، فدي برضه ميزة من المميزات. الحقيقة تطبيق أبجد من التطبيقات المميزة جدًا، عليه كل الإصدارات. المميز كمان إن مثلًا في المعرض ده في أكتر من دار نشر ابتدت تنزّل أعمال ليها هتنزل في المعرض قبل المعرض، يعني منهم على سبيل المثال منهم مثلًا دار الرسم بالكلمات ودار الهالة ودار بيت الياسمين. أنا شايف إن هم نزّلوا إصدارات قبل المعرض واللي هتكون موجودة كمان في المعرض، فتخيل بقى وقت المعرض هيكون الإصدارات هتلاقيها موجودة على طول، وكتير من الأعمال اللي بتنزل بتلاقيها نزلت على أبجد مثلًا بعديها بشهر أو بشهرين بالكتير. والمميز كمان واللطيف إن تطبيق أبجد الاشتراك الشهري ليه تقريبًا حوالي 60 جنيه، فهيكون أقل من سعر أي كتاب أنت هتفكّر تشتريه. وبيعملوا كمان تخفيضات على الاشتراكات اللي هي الربع سنوية والنُص سنوية والسنوية، بتبقى اشتراكات والخصم بيبقى جميل جدًا. وكمان حاجة من الحاجات برضه اللي تقدر توفّر بيها بشكل أقوى على تطبيق أبجد، إن تطبيق أبجد بيسمح للaccount الواحد إن هو يبقى مفتوح على 3 أجهزة في نفس الوقت، فتقدر تجمّع أنت و2 صحابك وتشتركوا في أبجد مثلًا اشتراك سنوي، هيبقى برضه موفّر ليكم أيًا كان الوضع. ومن بعد التطبيق أبجد الإلكتروني والقراءة الإلكترونية، ممكن تستخدم حاجة تاني لو أنت من الناس اللي بتعرف تعملها، وهي تطبيقات الكتب الصوتية، وبيبقى عندك وقت تقدر تسمع فيه الكتب، فتقدر برضه تستخدم التطبيقات الصوتية. وأرشّح لك في التطبيقات الصوتية تطبيق storytel أو تطبيق اقرأ لي. الحقيقة التطبيقين مميزين، ويمكن مؤخرًا ابتديت أحس إن تطبيق اقرأ لي عامل طفرة كويسة، قادر ينزّل على طول الكتب، وعنده مجموعة لطيفة جدًا من الكتب. ويمكن أنا كنت عملت عليه اشتراك لمّا كان عامل تخفيضات في شهر نوفمبر، كنت عامل عليه اشتراك سنوي، وكان الاشتراك تقريبًا بحوالي 200 جنيه بدل 400 جنيه، فكان فرصة عظيمة جدًا، واستغلال لطيف جدًا برضه في ظل الأمور اللي إحنا فيها. ورابع حاجة بقى برضه تقدر تعملها وتقدر تستغلها وقت المعرض، وهي إن أنت تبُص على الجيران اللي حواليك، أو مش بالجيران، أصحابك اللي حواليك في نفس المنطقة اللي أنت عايش فيها، قرايبك، أي حد حواليك بيحب الكتب وناوي هو كمان ينزل معاك المعرض. يعني بدل ما أنتم تشتروا حاجات مكررة أو تشتروا من نفس الكتاب نفس النسخة، ليه ما تشتروا نسخة من كتاب واحد، أو بمعنى أصح تجمّعوا المبلغ اللي معاكم وتشتروا بيه كلّه كُتب متنوعة، بدل ما كنتم هيبقى عندكم تشابهات في بعض الكتب، لأ تستفيدوا بالفلوس دي وتجيبوا كتب تانية كان نفسكم فيها، وعلى مدار السنة تقدروا تدوّروا أو تلفّفوا الكتب دي ما بينكم. يعني تقسّموا الكتب بعد النهاية وكل واحد يبقى معاه مجموعة، خلّصت مجموعة تبتدي تدّيها للي بعديك واللي بعديك واللي بعديك، واللي عنده يبتدي يلفّف الكتب كده، ويبقى أنتم استفدتوا من الموضوع ده وجبتوا أقدر أقول أغلب الكتب اللي كان نفسكم فيها أو اللي تقدروا تحصلوا عليها بمبلغ أكبر وبتنوُّع أكتر وأفضل. والحقيقة أنا شايف إن الفكرة دي من الأفكار الحلوة جدًا، واللي هتسهِّل على كتير من الناس، واللي كمان تقدر تعملها في الأوقات العادية مش بس تستخدمها في وقت المعرض. يعني أنت لو حواليك ناس
ومثلًا هم عايزين منّك كُتب معيّنة تقول لهم مثلًا والله خدوا الكُتب دي، وأنت تاخد منهم مثلًا كُتب تانية. يعني أنا على ما أفتكر إن إحنا السنة اللي فاتت أنا وطارق وكريم جينا قبل المعرض قُلت لهم: "يا جماعة والله أنا عندي مجموعة الكُتب دي أنا خلاص قريتها وناوي مثلًا أستغنى عنها، ما فيش حاجة بالنسبة لي مهمة، فهتحبوا حاجة منهم تاخدوها." وهُم عملوا نفس الكلام، وكل واحد لقى إن عند التاني في عنوان أو 2 هو شدّه وعايز يقراه، فابتدينا نبدِّل مع بعض في وقت المعرض الحاجات دي، ونتمنى برضه ممكن السنة دي أعمل فلترة كده قبل المعرض وأقول لهم يا جماعة حد حابب الأعمال دي ونتقابل وندّيها له. وآخر بقى فكرة معانا النهارده وهي برضه من الحاجات اللي ليها علاقة شوية أكتر بالمعرض، وهي الأماكن الرخيصة في المعرض والدور الحكومية في المعرض إن أنت تحاول تزورها أو في فيديو هينزل عن ترشيحات ليها علاقة بالدور الحكومية، الحاجات اللي أنا اشتريتها من هناك. وخلّيني أقول لكم كده دور النشر الحكومية اللي تروحوا تبُصّوا عليها واللي تتابعوا فيها واللي غالبًا هيكون في خصم للطلاب وهيكون في خصم لحاملي كارنيهات النقابات. منهم أول حاجة الهيئة العامة للكتاب واللي بتكون موجودة في صالة 1B1، الهيئة العامة لقصور الثقافة واللي هتكون موجودة في صالة 1B3، والمجلس الأعلى للثقافة هيئة الوثائق القومية ومكتبة الإسكندرية. كل دي أماكن ودور نشر حكومية مميزة جدًا، وكلّهم هتلاقيهم موجودين في صالة واحد. ونتنقل بقى لصالة 2 واللي هنلاقي فيها المركز القومي للترجمة واللي بيكون موجود في جناح B4، ومن بعديه في B5 هتلاقي المجلس الأعلى للثقافة والفنون اللي هو تابع لدار الكويت، واللي بتلاقي عنده سلسلة عالم المعرفة، واللي من السلاسل المهمة جدًا، واللي لو حابب تاخد فكرة عنها تروح في الأول عشان تلاقي الأعداد المهمة لإنها هتتخطف بشكل سريع جدًا، وده اللي بيحصل تقريبًا في كل معرض. وممكن برضه أثناء بحثك وأنت في صالة 2 تدوّر على الشبكة العربية للأبحاث والنشر. الحقيقة مش عارف مكانها هيكون فين بالضبط، بس برضه من الأماكن الحلوة جدًا واللي بيكون عندها أعمال بأسعار مخفضة وأعمال مهمة جدًا، جدًا. ومن هنا تنتقل بقى لصالة 4 اللي هيكون فيها موجود سور الأزبكية، تقدر تشوف عندهم الكتب المستعملة والكتب القيمة. هيكون موجود دار المعارف اللي عندهم أعمال خطيرة جدًا، أعمال لبعض الكُتّاب القُدامى، أعمال مهمة وبأسعار زي ما اتكلمنا أو زي ما هتشوف في حلقة الترشيحات إن شاء الله، اللي هي لو نزلت إن شاء الله هاسيب لك الlink بتاعها هنا تحت، تحاول برضه تروح تشوفها. وكمان هاظهر لك في آخر الحلقة الcard بتاعها برضه، حاول تروح تشوفها، أو لو لسه ما نزلتش فاستناها، هتكون حلقة مهمة جدًا وحلقة دسمة فيها كتير من الترشيحات اللطيفة جدًا. بعد دار المعارف هتروح بقى للمؤسسات اللي فيها مثلًا زي مؤسسة أخبار اليوم، مؤسسة الأهرام، مؤسسة دار الهلال، مؤسسة روزا اليوسف. كل دول بيكونوا موجودين مع بعض كده في رُكن خاص بيهم، هتلاقي عندهم أعمال وهتلاقي عندهم حاجات لطيفة جدًا. وعلى سبيل الذكر يعني دار الهلال هتلاقي عندها روايات كنت لسه باشوفها بتبتدي من 3 جنيه ونُص، وكان أقصى رواية كنت جايبها من عندهم كانت ب8 جنيه. أنا فاكر هناك رُحت السنة اللي فاتت كنت جايب 10 روايات كده كان سعرهم أقل من 100 جنيه كمان. فالحقيقة كل الحاجات دي تقدر تستغل بيها المعرض، وتقدر يبقى عندك كده تحاول تخلّي فلوس على جنب للأماكن دي في معرض الكتاب، عشان تقدر تستفيد بكل الحاجات اللي موجودة في دور النشر الحكومية. ولو وصلت لحد هذه اللحظة صديقي العزيز في الحلقة، أنا حابب أشكرك من كل قلبي، لإن أنت كده بتدعم القناة بشكل كبير، وطبعًا دعمك يقدر يزيد من خلال إن أنت تعمل لايك دلوقتي للحلقة، وتشاركني في التعليقات تقول لي إيه تاني بتفكر فيه، عايز تسأل عن إيه تاني، تكلمني في أي حاجة نتناقش فيها تحت. إيه تاني محتاج نتكلم عنه عن معرض الكتاب. وطبعًا آخر نقطة محتاج تعملها إن أنت تتأكد إن أنت مشترك في القناة ومفعّل الجرس عشان ييجي لك الترشيحات وكل الحاجات اللي لسه هنكملها عن معرض الكتاب. وفي النهاية صديقي العزيز أشوفك دايمًا على خير وأشوفك مبسوط بالقراءة، وما تنساش تعمل لي follow على تيك توك وعلى إنستجرام. سلام.